يا اخي جوع. جيعان جيعان، جيبوا له مقطع اكل، جيبوا له مقطع اكل يا شباب. لا ودي كذا وجبه صحيه مليانه بروتين. اكل صحي، اكل صحي، اكل صحي يا ابو محمد تايبي يا اخي لا، وجبه صحيه خفيفه مغذيه، ما اقدر المح اكثر من كذا. يا عمي ذا قاعد يدلع علينا. اما ما عرفوا كنت احسب انهم يراقبونا، طلع كذب يا عمي. هذا ايش اسوي لك؟ كانه قاعد. انا عرفت ايش الوجبه اللي يبغاها، طلعني في وجهه بعدها. الوجبه اللي انت تبغاها الزبادي اليوناني من الصافي. اي والله من جد عرف. عشان مره ثانيه يعني الحين انتوا تراقبوني من جد؟ لا دقيقه، قفل غبي انت، بغيت يلا اهم شيء عرف انه الزبادي اليوناني من الصافي الافضل. كنت عارف انكم تراقبوني. لا دقيقه، هذا ذكاء اصطناعي، بس والله رهيب الزبادي وقوامه كريمي كمان. اي وكمان صحي، تخيل. وقاعد يضحك لحاله يا عيال. لا جد. حسين فيك قاعد تضحك مع نفسك؟ لا كيف هم كانوا هنا؟ يا عمي خلينا نمشي من هنا، خلينا نمشي. ولد دقيقة حسين يضحك مع نفسه. هو انت اللي ايش فيك تضحك مع نفسك؟ سوقها انت ما تشوف قاعد يضحك مع حسين. بس هو كان يلا ما عليه، عارف انك حزين وما عندك اصحاب. شوف انا وصاحبي بنصير اصحابك. خلينا نصير اصحاب. مسكين انا. غبي انت. ايش فيك ماسك الهواء وتضحك مع نفسك؟ اول مره اشوف واحد يمسك هواء. ايش فيه يا عمي؟ انت من جدك ولا تستهبل؟ تكفى صورته وهو يضحك مع نفسه. يا ابوي انت اللي قاعد تضحك مع المرايا. يا اخي مستحيل، فكر شويه يا اخي، احد يضحك مع نفسه ولا قدام مرايا يعني. كابتن يعني تشوف نفسك وتضحك مع نفسك. تضحك لحالك. ما فهمت. يوم جديد، بيت جديد. زي ما عودناكم بسرق بيت، بس مو زي اي بيت. بنسرق البيت في اقل من 30 ثانية. او نسيت اوريكم الاوتفيت اليوم. زي ما انتم شايفين الشوز وانتم بكرامة. وطبعا ما ننسى اهم شيء القناع. هنا قاعد احاول افك الباب، ما احب استخدم مفكات. بالنسبة لي تناسبني الطريقة التقليدية. ما عليكم، انا اعرف سناب صاحب البيت فاعرف جدول هنا قبل ساعة كاتب جود نايت. اكثر شيء عاجبني انه صاحب البيت متعاون جدا. مخبي الساعة الرولكس اللي ب100,000، عاد ما ادري اغير مكانها ولا لا ما يحتاج، مكانها ممتاز. طبعا هذا حسين الحريبي، تابعوه يضحكني صراحه. نكمل بسرعه عشان الوقت. السوني شكلي بسوي سحب عليه. الشاشه بخليها لانه ما فيني حيل اشيلها صراحه. اذا تبغوني اشيلها وصلوا المقطع 200,000 لايك. وقبل ما نطلع لازم انظف المكان لاني جاي اسرق، مو اوسخ البيت. اوكي صاحب البيت طلع يتابعني. اكتبوا في الكومنت وين البيت اللي تبغوني اروح المره الجايه. اوف يا بيجيك حالة بعد الفطور. اخر واحدة. ايه اخر واحدة. بس انا اول واحد شفتها. لا صدقني انا اللي شفتها. انت تعرف انه هذا الشيء الوحيد اللي ابوي قال لي جيبه ولا ما بتفطر معانا. معليش بس الوالد قال ما تخش البيت الا ومعاك الاوريو. يا اخي لا تكذب، حتى انت لا تكذب. طيب اسمع، نفك الاوريو ولا تجي عليه قطعة الكريمة ياخذه. تمام. ايوه يا شيخ عندي الكريمة دحين يجيك احلى فطور في البيت الحمد لله. ايش بك يا ولد، الموضوع ما يستاهل. ولا نام دحين ولا نام، ابوي قال ما ترجع البيت الا ومعاك الاوريو. خلاص اسمع، خذ الاوريو وروح بيتك وافطر مع اهلك وانبسط. رمضان كريم، رمضان كريم. بس انت كيف بتفطر؟ اوه ما عليك، عندي واحد ثاني. يا تسوقه من اول. الحمد لله وصلت 2 مليون متابع، وزي ما وعدتكم بخلي الحرامي يروح عند اهله، لكن قبل ما اخليه يروح للامانه جاب لي مشاهدات كثير وودي استغله ويجيب لي فلوس برضه، بس ما بسرق زيه طبعا. بما انه رمضان وقريب ياذن مغرب وكذا، بتخليني اروح وافطر عند اهلي؟ لا طبعا. ايش بطلب من برجر كينج وجبات الفطور. برجر كينج مسوين عروض بس في رمضان ولفتره محدوده. هذه وجبه وابر، زي ما انت شايف الجمال ب 29 ريال فقط. رهيب والله رهيب. وهذه وجبة تشيكن رويال برضه ب 29 ريال. الأمانة السعر ممتاز مقارنة بالعرض. حتى الطعم ممتاز. طيب ممكن أروح عشان ألحق العرض حق برجر كينج، فهمت؟ للأسف المحتوى بيروح. يلا ما عليه، عشان بيطلب من برجر كينج بس. يلا بخليك تمشي. الحمد لله أخيرا. قول لهم سووا لايك. يا عمي سووا لايك وفولو وكل شيء، بس خليني أمشي. خلاص اطلع وسلم له على الأهل، سلم له على الأهل. يلا يوصل إن شاء الله، يوصل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كان مقلب اليوم، وصلوا 100. يا مرحبا، مسوي تسرق بيتي؟ لا تعال. واخيرا يا جماعه الخير خش حرامي بيتي. والله ما اخليه. المحتوى جاء لين عندي، لكن بعطيه تحديات اذا قدر يسويها بخليه يروح. التحدي الاول تقعد في البيت 30 يوم بدون اكل ولا شرب. الله تكفلوا عندي اهل. كلنا عندنا اهل يا حبيبي. طبعا التحدي ما بيكون كذا ممل، ما ادخل عليه كل شويه شيء يحمس. تقول لي 4 ايام ما اكلت ها؟ والله لكن رهيب والله، ومو مسروق تخيل. خلاص عارف، ما عجبتني ردة فعله. لازم كذا شيء يجيب مشاهدات.
نايم كأنه بيتك. اقوى ثمنيل والله، شكرا بجيب مشاهدات هذا. خلاص ابغى البيت والله ما اعيده، والله ما اعيده. للامانه حزني، شكلي خلاص بوقف التحدي. خلاص حزنت عليك، لك 20 يوم ما اكلت، خذ كل. من جد الله يعطيك العافيه والله. جمعت. هذا كان اخر تحدي وخسرت فيه. دخلوا له احمد شو. لا احمد شو بحط رجلي في حلقه. اذا ودكم خليه يروح بيته ووصلون 2 مليون متابع. اعطينا منقى بالحليب لو سمحت. السلام عليكم. ايش جابك هنا انت؟ ما ادري، حسيت اني بروح مقهى. صار عمرك 30 صح؟ ايوه صار عمري 30. بعدين ايش الطقم ذا يا عمي؟ بعدين افهمك، انت الحين لابس اللبس هذا وتعال معنا. اعرفكم على صاحبنا الجديد حسون المجنون. وش ذا الاسم الزفت؟ حسون الطقم مجنون. هذا دبل اسبريسو جو روعه. ولازم اعرفك على دود المشاكس اللي ايش هناك. مسوي بوجهه كذا طيب؟ ايه هذا الشبابي حقنا والعصري دائما الاوتفيت حقه رهيب ما شاء الله اعطيني تبارك واحد الله. منقى بالحليب لو سمحت. وهذا منقو بالحليب. ايوه عارف انه طلب منقو بالحليب. لا هو اسمه كذا. اسمع انا ما اقدر، لازم امشي. وين بدري توها السهره. مستحيل معليش. بعدين انت صمت جوالك ازعجتنا. هذه ما هي رسائل، هذه صوتيه من اليوتيوب عشان يقولوا مشهور. يا عمي أنا ما- لا دقيقه انا مو 30 انا لسه صغير. خلاص انت بس اهدى. ودينا متى عليه. بالله اعطيني الكوره لو سمحت. حسين لا بثبت لك اني شباب لا, لا تلعب لا. ها شوف هذه المهاره، شوف هذه المهاره يا ابو محمد. هذه حركتك الكبرى. قلت لك لا تلعب انت. اوه هذا الله. ايوه هذا في شيخ يا الله عليك يا اخي. رهيب ذا يا مان يا اخي. اصغر لاعب يسجل في كاس اوروبا عمره 17 تخيل، وانت عمرك 24. ايش سويت؟ ذا ايش قاعد يقول؟ مالي دخل، انت اللي عمرك 24. قفل ثم بس. تحول الى اغلى لاعب مراهق في تاريخ كرة القدم بقيمة 180 مليون يورو. انت حتى 180 ريال ما يا عمي كذابين ذول، خلنا نغير. جوال اوبو رينو 13 افضل جوال في التصوير والذكاء دقيقة، هذا مو كان نفس المعلق اللي قبل شوية؟ اوه جاء اللي عمره 24 وما عنده فلوس. بس تصدق معي نفس الجوال. اما طيب انظر الى هذه الحركات تقدر تسويها. اوه لا فنان. ايوه سهلة، صورني. بميزة الذكاء الاصطناعي لايف فوتو اقدر اختار افضل لحظة في الصورة، واقدر برضو اصلح الصور الضبابية باي اي ستوديو. اخيرا تطورت صرت تسوي اعلانات. ايه الحمد ترى لله. كنت طقطق عليك عشان تحس. ما عليه، حسيت. بس تراك مطفر وما عندك فلوس، وهذا اللاعب بقير. ولا لا انت معك نفس الجوال ما يحتاج. وانت في برنامج اتحداني. اذا قدرت تشتري سوني 5 وتجيبه في اقل من 20 دقيقة لك 100,000 ريال. طبعا الميزانية مفتوحة لانه مستحيل يقدر يسويها. طيب تمام. كيف يلا الوقت بدأ اجري سوي شيء. ايش ودك بس سوني؟ الحق ال 100,000 ريال بتفوتك. ايه ما عليك، نون مينتس يوصلوا في اقل من 20 دقيقة. بس السوني غالي. عادي بدفعها من ال 100,000 اللي بتجيبوها. وجيب كريم تفتيح بشرة. وش تبغاه ابو ذا؟ عاد هذا التحدي ايش ما نسوي في نحن؟ مشكلة، في عندهم قسم اساسيات الجمال والعناية الشخصية، عاد هذه تنفع. طيب إن شاء جيب الله. بصل وكيوي. على حظنا قسم الخضروات فيه خصم 50%. شكلي بطلب مفرحات، احد يبغى معاه؟ وهذه الاغراض اللي طلبتوني اياها وصلت في اقل من 20 دقيقة. ترى كنا نمزح. لا معلش انا ما كنت امزح. طيب ما تقدر تسوي خصم شوية؟ ايه في خصم 40% من الكود حقي، تقدروا تطلبوا انتم كمان. كويس بس اقصد على 100,000. لا هذه مستحيل، ما في خصم. انا بستقيل. سلام عليكم. دقيقة والله تدفع انت خلاص. كمان. تعال افضل 3 ردود لما يكون ما عندك رد. اول رد ويناسب الجميع. حبيبي الله يسعدك. تفضل قهوه. حبيبي الله يسعدك. يا ابني انت اهبل ما تشوف ولا ايش؟ حبيبي الله يسعدك. لو سمحت ممكن حبيبتي الله يسعدك. لا ثاني رد اللي هو الرياكشن، يعني هذا افضل استخدام لما يكون ما اعرف ارد ويكون عفوي بعض الاحيان. ما تشوف انت ما تشوف احول ما تشوف صادم السياره اكلمك رد علي ليه ما انت قاعد ايش قاعد تسوي؟ نورتنا يا غالي، انستنا وشرفتنا، وان شاء الله تزورنا مره ثانيه وتنبسط معنا. واخيرا الرد الثالث اللي هو لغه الجسد. طبعا هذا الرد للمحترفين، للامانه ما انصح المبتدئين يسووه. الاجواء جميلة اليوم. ما تلاحظوا حسين ساكت من اول. حسين ما اعطيتنا رايك. وبس كذا خلصنا افضل 3 ردود بالنسبه لي. اكتبوا لي في الكومنتات. دقيقه بالله، يعني ماني فاهم، صادم سيارتي وحاط رقم جوالك، ايش تبغاني يعني اقول له شكرا على الصدمة؟ جيب